تعالوا نعرف حكاية الصندل الفرعوني. المصري القديم ما كانش بيمشي دايما حافي. كان فيه نوع شهير من الأحذية اسمه الصندل، وده كان بيتصنع غالبا من نبات البردي أو الجلد. البردي كان بيتجدل وبيتربط على شكل شرائط علشان يكون صندل خفيف وسهل في اللبس. الصنادل دي ما كانتش لكل الناس، الكهنة والملوك وأصحاب المناصب العليا هم اللي لبسوها أكتر. أما الناس البسطاء بقى كانوا في المناسبات أو الطقوس ممكن يلبسوا صنادل بسيطة. الأغرب بقى من كده إن كان في صنادل بتتحط مع المتوفي في المقبرة، وده علشان يمشي بيها في العالم الآخر طبقا للمعتقدات الخاصة بالإنسان أو المصري القديم. وفي كمان صنادل اتعملت من الذهب، ودي كانت الملوك زي توت عنخ آمون، والصندل بتاعه معمول من الذهب وموجود في المتحف المصري بالتحرير. يعني الصنادل دي ما كانتش بس للراحة، دي كانت رمز للسلطة والطهارة وحتى للحياة بعد الموت أو الحياة الأخرى. دي كانت حكاية من الحكايات اللي بتفكرنا قد إيه المصري القديم كان عبقري حتى في أبسط تفاصيل حياته.